يتبع الاماراتي مهدي علي. محاوله منتخب الاماراتي على مشارف منطقه الجزاء صافره وخطا بالفعل محتسب، خطا على مشارف منطقه الجزاء المنتخب الاماراتي. اذا اول اخطاء تشكل خطوره على مرمى المنتخب العراقي تحدث الان في الدقيقه 13 والرابع تحديدا، والخطير عموري على مشارف منطقه خطوره المنتخب العراقي. وقوع الاسماعيلي الحمادي صافره من الدول المرداسي، خطا ضربه حره مباشره بعد الاتفاق ايضا مع المساعد الاول احمد فقيهي. خطا للمنتخب الاماراتي احمد خليل ايضا عمر عبد الرحمن. التسديد عند الثنائي المميز، كلا اللاعبان يوجدان التسديد على المرمى. ممكن نشوف تسديده على مرمى جلال، ممكن نشوف عرضيه ايضا لبقيه اعضاء لاعبي المنتخب الاماراتي اللي يتواجدون بكثافه ايضا في منطقه الجزاء. عوده جل لاعب المنتخب العراقي بما فيهم ايضا جست العزيز والاخر امجد راضي. شوف ليت مخرجنا يسحب الكاميرا اوت شويه، راح تشوف جميع لاعبي المنتخب العراقي داخل منطقه الجزاء. يحق لهم والشيء طبيعي جدا. المنتخب العراقي لا يريد ان يكمل ربع ساعه باهتزاز شباك، ولكن في المقابل صافره استمرار. عموري جلال سددها عمر عبد الرحمن والتصدي من حيث الصد. عادت مجددا احمد انذار شفهي، ممكن نشوف معاها بطاقه بعد هذا الانذار. اذا المرداسي حتى الان السعودي يدير هذا اللقاء في ظل مضي تقريبا 17 دقيقه. المرداسي حتى الان يدير اللقاء الى بر الامان. صعب جدا هذا اللقاء. من تقابل في نهائي البطوله السابقه يلعبون في دوري المجموعات، احد المنتخبين مؤهل لان يخرج من الباب الخلفي. ربما أن يكون المنتخبين كلاهما خارج المربع الذهبي لخليج 22. ضربة زاوية عند عموري وعلى يسار جلال، والتقدم ل4 إلى 5 لاعبين المنتخب الاماراتي. كرة على القائم البعيد، محاولة احمد خليل رأسية، خروج ايضا بتوقيت خاطئ من جلال. ربما ضربة زاوية ثانية لنفس اللاعب ومن نفس المكان. ضربة زاوية للمنتخب الاماراتي بعد خروج خاطئ من جلال. عنده هدفين وفي مرماه هدفين. اذا المنتخب العراقي وحسب نظام البطوله والعلم عند الله انا احد المتاهلين. اذا ما استمر التعادل في كل شيء هناك 7 احتمالات، ولكن شوف احتمال وارد. هدف اول للمنتخب العراقي، عرضيه خط الاولى فنيه، محاوله البحث دائما عن شباك الخصم. اخر 45 دقيقه، اخر دقائق او اخر 40 دقيقة إن صح التعبير. ولكن شوف الكرة الآن للمنتخب الإماراتي، التغطية أيضا من أحمد خلف. الكرة تعود عند جست عزيز، رأسية أيضا خاطئة، عادت للفردان في المنتصف. إرسال الكرة مرة أخرى إلى مبخوت، تسديدة. يا سلام جول أول لهداف البطولة، جول أول لعلي مبخوت، جول أول للأبيض الإماراتي. أوهو، الأبيض الإماراتي يسجل أول أهداف اللقاء، تسديدة من مسافة بعيدة، هدف أبدا مو معقول. شوف عزيزي المشاهد، أخذ المساحة يدوب بس حصل ايضا الخانة الفاضية، والكرة في 90. الكرة في 90 للاماراتيين. تسديدة هداف البطولة، 3 اهداف لمبخوت، والهدف الثالث هنا في اول اهداف المنتخب العراقي. كرة طويلة للمنتخب الاماراتي، محاولة اخو عموري مرة اخرى اقصى اليسار الى مبخوت، مطالبة بخطأ، استمرار في اللعب، عادت الى عموري عبد الرحمن، محاولة عمر، الكرة والاستخلاص مرة اخرى الى رمي التماس للمنتخب الاماراتي. اذا 3 اهداف المنتخب العماني. شكرا ايضا مخرجنا عماد الموسى. اذا خليج 22 لعلي مبخوت، هدفين في مرمى الكويتيين، احلى اهداف مبخوت
كانت في مرمى المنتخب العراقي وفي الدقيقة 50 تحديدا. كرة المنتخب الإماراتي في الجهة اليمنى، اللقاء سيزداد حلاوة، اللقاء سيزداد قوة، المنتخب العراقي سيبحث بجدية أكبر أيضا عن التعديل والعودة لمنطقة التعادل، ولكن هالمرة إيجابيا. محاولة محمد عبد الرحمن فيها جنب أمام مرأى المرداسي، استمرار للمنتخب العراقي، إرسال كرة، هذه خطرة، محاولة، هذه ممكن للمنتخب العراقي، عرضية من أمجد راضي، ولكن والآن يتقدم ب4 ويبدو أن سيتربع على الصدارة إذا ما استمرت هذه النتيجة. هذا الثاني مبخوت، حط الرابع، حط الرابع الشخصي وحط الثاني الإماراتي. جول للمنتخب الإماراتي بعد خطأ فادح في خط دفاع السعودي الرافدين. شوف الكرة راحت وين، تهادت ما بين الثنائي الإماراتي. هدف ثاني للأبيض مقابل لا شيء للمنتخب العراقي، مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. إذا مبخوت يظهر على مرتين أمام الكويتيين، يعيد الكرة هنا في الدرة أمام العراقيين، وبهدفين 4 لمبخوت، هدفين للإمارات مقابل لا شيء للمنتخب العراقي. الصورة بدأت تتضح وتحديد المصير بدأ الآن يتضح إن صح التعبير. هناك عمان في استاد الأمير فيصل بن فهد، هنا الإمارات في الدرة، 4 هناك في الملز و4 أو 2 في أيضا الدرة. أصبحت 4 لمبخوت. الثالث والرابع سيكون يوم الثلاثاء 25 من النهائي، 26 من نفس هذا الشهر نوفمبر الحالي. كرة عرضية من مهدي، خطرة على القائم البعيد، عادت إلى همام. حلوة من همام طارق، يبحث يطرق مرمى المنتخب الإماراتي، ولكن أيضا لا مجيب، والكرة بعيد عن مرمى أيضا خصيف، والتسديدة كانت أيضا بعيدة عن مرمى خصيف. الكرة فيها ضربة مرمى المنتخب الإماراتي، ضربة كرة في المنتصف ملعوبة ما بين سيف وسعد الأمير، لكن المنتخب الإماراتي يتراجع، يضيق المساحات، يقرب الصفوف الثلاثة، استحواذ سلبي للمنتخب العراقي من دون أي فعالية، من دون أي خطورة على المرمى. التسديدة هنا أيضا بعيدة، ضعيفة في يد خصيف. كرة في يد علي، استخلاص من سعد الأمير، عادت إلى همام، يظهر كما ذكرنا في هذه البطولة أبدا. عموري يدوب هو أول ربع ساعة فقط مع المنتخب الكويتي في الجولة الثانية. الآن عموري يبدو أنه لاعب عادي فقط في هذه البطولة. كرة المنتخب الإماراتي، خطرة، عباس، عرضية على القائم البعيد، جول ثالث. ارتقاء عالي من صاحب الكعب العالي. عموري لم يسجل في هذه البطولة وفي 3 جولات، ولكن كاد يسجل بعد لقطة عباس، واحدة على الراس تصل في الجهة اليمنى. خلاص قناعة تامة من المنتخب الإماراتي بالهدفين، ولكن هذه وين؟ هذه خطرة ثالث ممكن عند أحمد خليل أحد المهاجمين، ممكن يعملها وأيضا يسجل. عرضية، هذه ثالث. برافو يا همام، برافو يا طارق، شال كرة كانت قريبة جدا من أن تكون ثالث أهداف المنتخب الإماراتي. التصدي كان بصعوبة من جلال، ولكن شوف همام شالها من المرمى. عموري إلى عموري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مرور بأكثر من لاعب، ولكن الزين ما يكمل أبدا. يذكرنا بهدف هذا اللاعب في مرمى المنتخب العراقي في نهائي النسخة 21 1 و2 و3 بالمنتخب الإماراتي، اللي بصراحة نحييها ونرفع لها عقال عال العال. أبيض إماراتي يظهر في آخر الجولات، يطمئن نوح الدبي، يتأهل مع صافرة الدول المرداسي اللي انطلقت في هذه اللحظة. وهذه الأثناء أعلنت عن نهاية لقاء هذا المساء ما بين الأشقاء في أراضي المملكة العربية السعودية، ختام دوري المجموعات، فوز للإمارات بهدفين مقابل لا شيء على العراقيين، 5 أهداف لعمان في